يا علي، في ايه مالك؟ مالي؟ ايه يا علي، وانت قبل ما تخطبني مش عارف ان انا بشرب سجاير؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي بتعمليه ده؟ لا طبعا، طبعا ما كنتش اعرف ان انت بتشربي حاجه زي دي. وبعدين انت ازاي واحده وبتشرب سجاير؟ ازاي؟ انا عايز افهم. وبعدين ما حدش قال لي، انت ليه ما قلتليش؟ على فكره يا علي، الحاجات دي بتبقى حريه شخصيه. طب ما انت بتشرب سجاير، هو انا قلت لك حاجه؟ لا طبعا، دي مش حريه شخصيه. حريه شخصيه لما تكون انت مش مخطوبه، مش متجوزه. وبعدين ما ينفعش الست تقارن نفسها بالراجل. الراجل كلها يعني الرجاله كلها بتشرب سجاير، لكن الست ينفع تمسك سجاره وتمشي في وسط الشارع مولعه؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. عرفت بقى ان في فرق ما بين الراجل والست. الراجل يشرب في اي حته وفي اي مكان، ده راجل، لكن انت ست. وبعدين انا عمري ما هقبل عن نفسي ان انا معلش يعني مره تكون بتشرب سجاير، وبعدين لما تيجي تحملي هتضرني اللي في بطنك. وبعدين اصحابي، اهلي، امي، ابويا هيقولوا عليا ايه؟ هيقولوا عليا ايه؟ انت في مجتمع شرقي ما ينفعش فيه اللي انت بتعمليه ده. وانا عايز اعرف يعني انت ليه تعملي في نفسك كده؟ ايه اللي يخليك تعملي حاجه زي دي؟ طب وايه يعني يا علي؟ انا ما اقصدش حاجه يعني، دي حاجه عاديه يعني. استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه؟ طب ليه يا جدعان ما قلتليش طيب؟ طب ليه ما قلتليش قبل ما اخطبك؟ يعني انت هتسيبني عشان دي؟ في حاجات يا داليا بتبوظ حاجات كتير. فاهمه ولا انت مش فاهمه؟ علي بس انت عارف ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انت لو بتحبيني مش هتشربي الزفت تاني. ده لو بتحبيني. لو ما قدرتيش بقى انت ما بتحبنيش. لا طبعا انا هعمل اي حاجه عشانك. استغفر الله العظيم يا رب. انا هقوم امشي عشان اتخنقت. طب اقعد شويه وانت لحقت. انا مش عارف اقول ايه. من امي لو شفتك كده ولا اخواتي. خلاص وعد مني، انا هبطل الكلام دوت، واعتبر باللي انت ما شفتش ده. خلاص. خلاص يا داليا ماشي. وعد. وعد. ماشي. انا لما ابويا قال لي ما صدقتوش الا لما خطيبك رن عليا وقال لي كل شيء اسمه نصيب. بقول له ليه؟ قال لي عشان اختك كذا كذا كذا. ليه يا داليا كده؟ ليه بتضر نفسك وتعرينا معاكي؟ ليه؟ بس هو ما قاليش كده، هو قال لي خلاص وعد مني ان انا مش هسيبك عشان انا بحبك. بيحايلك يا ماما. ما فيش راجل في الدنيا يقبل ان مراته تشرب سجاير. ما فيش راجل في الدنيا يقبل ان مراته تحمل واللي في بطنها يحصل له اي حاجه بسبب انها بتشرب سجاير. انا ما اقصدش على فكره، وانا لو شايفه ان ده حاجه غلط وانا هطلعها قدامه يعني. اسمعي يا داليا، انت بايدك تغيري حياتك وبايدك تخربي حياتك. فيا بنت الحلال اختاري الصح واختاري الاحسن ليكي. وحكايه السجاير دي عايزك تبطليها. علشان ايه؟ علشان هلك صحه وهلك فلوس وتدمير حياه. دوس على نفسك وراجع نفسك كتير، هتلاقي ان انت غلطانه كتير قوي في حياتك. واللي بتعملي ده غلط، لان انت بتعملي ده مقابل ان انت بتدمري حياتك وبتدمري اسره كامله. فكري في كلامي كويس يا داليا. هو ايه ده؟ ازاي علي قال له؟ يا عم عادل بعتلي ليه؟ بعت لك يا ابني عشان في كلام لازم أنا اقوله لك محدش يعرفه. انا داليا بنتي متربيه احسن تربيه وكويسه، بس الله لا يسامحها بقى، والله ربنا يسامحها في واحده صاحبتها قالت لها مش مضره ولازم نشرب سجاير، وهي اللي علمتها على كده، لكن هي رافضه من مبدا، رافضه ده. بص يا عم عادل، اتفضل. انت عارف ان احنا في مجتمع شرقي، ولا انا امي ولا حد من اهلي هيقبل بالكلام ده. انا بحب داليا، كنت فرحان قوي لما انت وافقت ان انا اخطبها، بس في حاجات اوقات بتبوظ حاجات كتير تاني قوي. انا مش بلومها ولا حاجه، انا عارف ان دي كان غصب عنها عشان انا بدخن وعارف الكلام ده كويس. بس لازم تفهموا ان دي بنت، والبنت مش زي الراجل يا عم عادل. ما ينفعش خالص. حقيقي يا ابني انت عندك حق، وكمان ما ينفعش راجل يشتغل ويشقى عشان يجيب لمراته تاخد فلوس وتجيب سجاير. عندك حق، وهي حست بغلطها ووعدتني عشان هي شرياك اخر مرة تشرب السجاير دي، ومسكت العلبة اللي معاها فرطتها ورمتها في السجاير. يا عم عادل احنا مجتمع بيحكم على الناس من بره. حقيقي.
اي حد هيشوفها بالمنظر ده هيقول عليها واحده مش كويسه، وانت فاهم الكلام ده كويس، وبنتك محترمه ومتربيه، انا ما قلتش حاجه، بس في حاجات بتغطي على حاجات تانية خالص. ولا انا كلامي غلط؟ كلامك صح وكويس. انت ابن اصول انك انت استوعبت الموقف وخدته ببساطة وفي تفاهم. فبص يا عم عادل، اتفضل. انا والله شريك لحد اخر لحظه. فكر في الموضوع اللي انا قلت عليه يا عم عادل، ولو هي رجعت عن اللي بتعمله والله انت هتلاقيني اول واحد جيت لك على الباب. يا ابني عندك حق، واحنا شاريينك، وانت انسان مش اللي احسن منك، وان شاء الله ليا قاعدة معاها. ماشي يا عم عادل. شاكرين. السلام شكرا يا ابني. بقول لك ايه يا علي، انا خلاص الموضوع ده انا مش هعمله تاني نهائي. انا حتى ما عدتش طايقه ريحتها. انا مش عارفه كانت دماغي فين منها لله، صاحبتي اللي خلتني اشرب حاجه زي كده. المفروض ان انا بنت، ما يصحش اللي انا بعمله ده اصلا. بص يا داليا، ما ينفعش حد يمشينا او يقول لنا ايه اللي احنا نعمله يا داليا. مش معنى صاحبتي يبقى انا اشرب سجاير. كل واحد عارف الصح فين والغلط فين. فاهماني ولا انت مش فاهماني؟ لا فاهمه طبعا يا حبيبي. خلاص انا اسفه، حقك عليا، ما تسيبنيش. خلاص انا مش هعمل كده تاني، والله ما هعمل كده تاني. ده وعد. ده وعد ووعد ووعد كمان. خلي بالك، انا مش بقول لك انت بس، انا بقول لكل بنت لو فيها العاده السيئه دي يا ريت تبطلها.